اهلا بحضراتكم. كل سنه وحضراتكم بخير، رمضان على الابواب. الكلمه دي حضراتكم بقينا نقولها على سبيل البروتوكول، يعني ان الاسر المصريه كلها عندها مشاكل. حضراتكم هتكلم النهارده عن واقعه شاب بنها، واللي يعرف الموضوع او ما يعرفوش باختصار حضراتكم ان في شاب اتقدم لخطبه احد الفتيات مرتين، تم رفضه، وفي الاخر اهل العروسه او اهل اللي حاول يخطبها اخدوه من بيته ونكلوا بيه ولبسوه لبس مش كويس في الشارع. موضوع صراحة اثار ضجة كبيرة. سما المصري حضراتكم بتوجه رسالة لمحمد رمضان، وكتبت تويتة على تويتر سابقا اكس حاليا، بتقول فيها كلام. هقرا لحضراتكم نص الرسالة بتاعت الفنانة سما المصري. بتقول ايه لمحمد رمضان؟ انا هقرا لحضراتكم التويتة بالظبط. الله يسامحك ويسامحني، أنا وأنت اشتركنا في إفساد جيل كامل. أنا بالعري واللبس والحركات اللي كنت بعملها، وأنت ببعض أعمالك اللي كانت بتحرض على البلطجة والعنف، والناس كانت بتجلدها أو بتقلدها. قميص النوم اللي لبسته للشاب في الشارع في مسلسل الأسطورة، الشباب نفذوه فعليا النهارده بمنتهى الحقارة والوقاحة وعدم الرحمة مع شاب من بنها، وزفوه وضربوه في الشارع. وده نتيجة دور وأدوار تانية أنت ومخرج ومنتج اشتركتوا فيها بقصد أو بدون قصد. بوظت شباب كتير زي ما أنا عملت بالظبط. ذنب الناس دي في رقبتي أنا وأنت يا محمد. هي بتخاطب محمد رمضان هنا. ويا ريت ما تعملش النمط ده تاني، وتختار أدوارك زي ما أنا بدأت أختار طريق الصحيح وبحاول أكمل للآخر أو أكمله للآخر. ده حضراتكم نص التويتة اللي كتبته سما المصري، كتبتها سما المصري، بتخاطب فيها محمد رمضان وبتوجه الاتهام لنفسها، وده شيء محترم ويحسب ليها. وبتوجه الاتهام لمحمد رمضان انهم كانوا سبب او جزء من سبب في افساد جيل كامل بعد واقعة بنها للشاب اللي خطفوه ولبسوه لبس ماشين لانه ما عملش جرم. هو كل اللي عمله انه عايز يتقدم لخطبة فتاة. فرسالة سما المصري النهاردة رسالة معبرة، واعترافها بانها جزء هي ومحمد رمضان، او يكفي ان هي على لسانها انها بتوجه الاتهام لنفسها ومحمد رمضان. اعتقد ان ده تحول كبير في شخصية سما المصري. رمضان كريم كل عام وحضراتكم بخير، وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.